أصدقائي أحبابي متابعينا في كل مكان، أهلا بكم على قناة أيمن سبورت 2 وحلقة جديدة من حلقات فرفوش وأصحابه. إزيك يا كوتش؟ كل سنة وأنت طيب، الموسم الجديد بدأ ونتمنى بقى نشوف الزمالك يجلجل ويلعلع ويكسر الدنيا في الدوري وياخد البطولات كلها. هنبتديها يعني ولا ايه يا فرفوش؟ ما البركه فيكوا اهو. خسرت اول بطوله من ماتش وخسرتوها قدام اتحاد العاصمه، فضحتونا بره. ما بلاش يا كوتش، هنبدأ يعني هنبتديها. طب ما انتوا عملتوا ايه؟ بطل جيبوتي بتاع السولر ده فضحتونا قدامهم. ما تخليناش نتكلم بقى، خلينا ساكتين، خلينا في الماتش الاهلي احسن، خلينا في الماتش الاهلي. الاهلي النهارده بدأ الدوري ببدايه قويه وفاز على المصري باربع تجوان 4-0. يلا مبروك. نفسي اسمع كلمة مبروك دي من قلبك يا كوتش، تطلع كده بتزغرط. يعني ايه يلا مبروك دي يعني؟ لا، الاهلي بدأ بداية حلوة، يعني عمل ماتش حلو، فاز 4. اي نعم، موديست ده اللي عاملين واكلين دماغنا عنه ما ظهرش، انما لسه يعني في بداية الموسم. واحده واحده على الراجل. اولا هو مش محتاج ان هو يبدأ الماتش من اول الماتش. يعني كولر غريب قوي، اديله نص ساعه في الشوط الثاني كده يا اخي، وانت هتعتمد عليه اعتماد كلي؟ ده عنده 35 سنه، يعني يلا حسني الختام. ايه 35 سنة دي يا كوتش؟ ما انت شايف اللعيبة في الدوري السعودي مكسرين الدنيا وفوق ال 35. الموضوع مش كده، الموضوع اللي هي بيئة غير البيئة، يعني اجواء غير الاجواء. هنا اوروبا كلها تلج وبرد، وهنا اجواء حارة. اللغة برضو، عامل اللغة برضو مش مساعد، هو بيتكلم فرنساوي ودي مش مشهورة قوي عندنا يعني في مصر، الانجليزي هو اكتر، فطبعا دي بتفرق في التعامل مع اللعيبة. يعني زي كده امام عاشور لما كان في ميتلاند كان عامل زي الاطرش في الزفة في اول ماتش، برضو عامل اللغة يفرق. عندك حق. على العموم هيبان الماتشات جايه كتير، هنشوف بقى اللي ايه الدوشه بتاعتكم دي هتصفر عن ايه. بس الواد امام عاشور طلع كويس، يعني عمل شغل حلو وظهر بشكل كويس وعمل 2 اسيست، يعني عمل شغل كده كويس، ظهر اللي هو لعيب يعني صفقه للاهلي. يلا حظكوا نار. دي شهاده لامام عاشور، يعني وجايه من واحد زملكاوي زيك، يعني حاجه كبيره قوي يا كوتش انك انت تشكر في امام عاشور. كمان رضا سليم برضه ظهر بشكل كويس، كالعاده بيرسي تاو وبقيه الفرقه. يعني الايام جايه كتير هتبان الفرقه اكتر وشكلها اكتر وانسجام اكتر. الواد كريم طارق حظه برضه كويس بعد الاصابه الطويله دي، الرباط الصليبي. ربنا يحفظ لعبتنا كلها منه. لعب برضه ال10 دقايق وقدر يجيب جون، دي برضه ترفع من معنوياته كده وتديله دفعة قوية في بداية الموسم، وربنا يوفقه كده يعمل موسم كويس من اللعيبة المحترمة برضه. اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، يا رب نكون اسعدناكم، يا رب نكون وفقنا. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه، وانتظروا حلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه.